موقف حصل وانتهى، بس دماغك قاعد يعيد ويزيد في الشريط من أوله وتحلل في اللي حصل وتجلد نفسك ومش بتوصل لأي حل. عموما ده مش تفكير، ده اسمه اجترار أو رومينيشن، واسمح لي ده مش ذكاء ولا عمق، ده سلوك عقلي بيستنزف طاقتك. علميا اللي بيحصل ان في شبكة عصبية في المخ اسمها ديفولت مود نتورك بتفضل شغالة زيادة عن اللزوم، فتفضل مستمر في التفكير الذاتي من غير فعل. مع الوقت الاجترار بيقلل كفاءة المخ، بيزود القلق والاكتئاب وبيعمل حالة شلل وظيفي. كسر الحلقة دي له خطوتين: واحد، المراقبة الواعية أو المايندفولنس، لاحظ الفكرة كأنها صوت خارجي بدون حكم أو تفاعل. 2، تغيير اتجاه التركيز أو فوكس شيفت، حول انتباهك فوراً لفعل جسدي ملموس زي تمرين التقريض أو مهمة تحتاج التركيز بشكل كامل. الهدف مش منع الذكرى، الهدف هو إنك تمنعها من استنزاف طاقتك هنا ودلوقتي. العقل اللي بيجتر محتاج تدريب عملي خطوة بخطوة. لو حاسس إن عقلك مش راضي يسيب الماضي، ما تترددش في طلب المساعدة.